ازاي اقدر احسب نسبة التحميل صح؟ معظم الناس لما بييجوا يحسبوا نسبة التحميل بيحسبوها من المساحة الكلية او المساحة اللي مكتوبة في العقد. يعني مثلا لو انا معايا عقد شقة مكتوب فيها ان مساحتها 180 متر وقالوا لي ان نسبة التحميل 50%، فبيروح ضارب ال 180 في 50%، بيطلع له 90 متر. فهو كده فهم ان دي الصافي بتاعي. طبعا الحسبة دي غلط. عشان خاطر احسب نسبة التحميل صح، نسبة التحميل باخدها من المساحة الفعلية او المساحة الصافية. طيب انا المساحة الفعلية او المساحة الصافية دي بطلعها ازاي؟ بجيبها من الدايمنشنز او الاوتوكاد بتاع الشقة. بقدر ان انا اجيب المساحة الفعلية او المساحة الصافية. طيب لو انا عندي المساحة الكلية والمساحة الفعلية وعايز اطلع نسبة التحميل او اتأكد ان نسبة التحميل اللي قالوا لي عليها دي صح، بعمل ايه؟ بطرح المساحة الكلية ناقص المساحة الفعلية، الناتج اللي هيطلع هقسمه على المساحة الفعلية، تمام، اللي انا طلعتها من الدايمنشنز او الاوتوكاد. بعد كده بضرب الرقم ده في 100 بيطلع لي نسبة التحميل. ناخد مثال، لو انا عندي شقة المساحة الكلية بتاعتها اللي مكتوبة في العقد 180 متر، ولما شفت الدايمنشنز او الاوتوكاد طلع لي ان الصافي 120 متر، فعايز اطلع نسبة التحميل، هطرح ال 180 ناقص 120 هيديني 60. هقسم ال 60 على المساحة الفعلية اللي هي ال 120، والناتج اللي هيطلع هضربه في 100 هيطلع لي 50%. وده كان ازاي اقدر ان انا احسب نسبة التحميل صح.